تعالى اقول لك عن 3 مسلسلات تركي لازم تتفرج عليه. اول مسلسل هكلمك عنه هو مسلسل نزل سنه 2024 بعنوان المدينه البعيده. المسلسل ده بيحكي عن واحده متجوزه وعندها طفل وجوزها بيتوفى، فبتقرر ان هي ترجع بلد جوزها علشان تدفنه. لكن لما بتوصل لحد هناك بتقابل عيلته اللي عندهم نفوذ كبيره جدا في البلد دي. بعد لما جوزها بيتدفن بتقرر ان هي عايزه ترجع بلدها، ولكن عيله جوزها بتمنعها من ان هي تسافر او ان هي تاخد ابنها معاها. ومن هنا بتبدا تحصل احداث كتير جدا ما بينها وما بين الابطال اللي موجودين في البيت وعيله جوزها. فصدقني ده واحد من اكتر المسلسلات التركي اللي هتعجبك واتفرج عليه ومش هتندم. تاني مسلسل هكلمك عنه هو مسلسل نزل سنه 2015 بعنوان الازهار الحزين. المسلسل ده بيتكلم عن 5 بنات بيتقابلوا في الملجأ، بيتعرفوا على بعض وبيكون كل واحده فيهم ليها قصه لوحدها. ال5 بنات كل واحده فيهم حصل لها مأساة في حياتها، وبسبب المشكله اللي حصلت دي اضطرت ان هي تروح الملجأ. ومن هناك بيتعرفوا على بعض وبتبدا كل واحده فيهم تحكي قصتها للتانيه، وبيكونوا صحاب جدا وبيبدا يحصل معاهم احداث كتيره جدا. فلو انت بتحب النوع ده من المسلسلات، هو مسلسل اجتماعي شويه، اتفرج على المسلسل ده وهيعجبك. من هنا نروح لاخر مسلسل هكلمك عنه النهارده وهو مسلسل نبضات قلب. المسلسل ده نزل سنه 2017 وبيتكلم عن دكتوره مخ واعصاب والاحداث اللي بتحصل معاها طول حياتها، سواء في المستشفى او في حياتها العاطفيه عموما. هي دايما عندها اعتقاد بان الحب ده للاشخاص الضعيفه بس، لكن وانت بتتفرج على المسلسل ده هتعيش معاهم كل لحظه توتر بتحصل في المستشفى ولاي دكتور او دكتوره بيكونوا موجودين. فلو انت بتحب النوع ده من فكره المسلسلات والتوتر والعمليات والمرضى، المسلسل ده هيعجبك جدا. وفي نفس الوقت في لاين رومانسي اكتر لان هي هتقع في الحب. وبكده ابقى انا قلت لك على ال3 مسلسلات بتوع النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو لاصحابك عشان هم كمان يتفرجوا على المسلسلات دي. سيب لي رايك فيها تحت في الكومنتات، ولو بتحب الحلقات الطويله وفلوجات للسينما هتلاقيني سايب لك لينك اليوتيوب في البايو، تابعني هناك عشان بننزل حلقات كتير مختلفه عن اللي بتنزل هنا. اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.